الحدث المنتظر الكبير، وهي مباراة كوماسي ان شاء الله يوم 15 اكتوبر من الشهر الجاري. حضرتك شايف توقعاتك ايه للمباراة دي ان شاء الله؟ بص يعني على المستوى الفني، يعني بص يعني كل الناس شايف ان غانا فريق محترفين وقوي جدا. انا شايف الفرق مش ضخم، يعني الفرق مش ضخم للدرجه ان احنا نبقى داخلين مش هم كوماسي واحنا هم غانا مثلا واحنا موزمبيق، لا. هم غانا واحنا منتخب مصر وهم منتخب غانا تقريبا. احنا على المستوى الافريقي التايتل بتاعنا اعلى، التصنيف بتاعنا اكبر، على المستوى الدولي والعالمي هم يمكن وصلوا كاس عالم اكتر مننا كذا مره، يعني في تعادل الى حد كبير. لكن التصرف في اتحاد الكوره انا يعني يقول لك طياره خاصه، لا مش طياره خاصه، لا طياره خاصه، لا مش طياره، الكلام عارف الكلام الصغير ده بقى، لا استثناء ولا الاتحاد عشان مكافئات، لا ما اعرفش اصل هيبقى في فلوس كتير جدا لازم موافقه الرئيس، الكلام الاهبل اللي بيتقال. يعني بدل ما انا اقعد اتكلم في المعسكر واجيب فرقه قويه تلعبنا واجيب فرقه قويه تلعبنا وعماله النهارده سيراليون، لا ناميبيا، لا ما فيش اصلا ودي، لا كونغو، لا ما فيش كونغو، كلام انت بيخليك تشوف قد ايه الناس دي، لا اللبس، لا اديداس ما اعرفش، لا اللبس في خناقه على اللبس، لا هنعمل كلام سطحي، لان احنا فوجئنا ان احنا عندنا ماتش فيصل مع غانا. فاهم؟ يعني تخيل المفترض اللائحه دي لو احنا اتحاد كوره محترم يبقى اللائحه محطوطه من سنه فاتت، في حاله وصلنا للمباراه الفاصله وصلنا كاس عالم يبقى اكس. انت جاي تحط النهارده قبل الماتش ب5 دقائق تشوف لائحتك ايه وكلمتك هتنفع ولا لا ولا هتوافق ولا كلام يعني كلام كله كلام صغير. لكن في النهايه على المستوى الفني احنا مش اقل، احنا عندنا برضه نجوم كبار، عندنا ابو تريكه، عندنا محمد صلاح، عندنا خبرات كويسه جدا في حراسه المرمى شريف، عندنا خط دفاع الى حد ما كويس، يعني الى حد ما نقدر، بس ما اقدرش اقول لك احنا بنسبه 70% نوصل، انا شايفها 50-50 يعني ربنا يكرمنا ان شاء الله. وعايز اقول لك انه ملعب كوماسي ملعب كويس جدا، انا كنت في غانا في 2008 والملاعب هناك رائعه جدا، الجمهور الغاني جمهور مثالي في التشجيع. محاوله اظهار ان في عراقيل في غانا بتعملها معانا اعتقد ده غير صحيح، هم ناس كويسين جدا محتوى، احنا كنا هناك وخدنا البطوله من قدرهم وحضرتك كنت بتغطيها بتهيألي لاحدى القنوات العربيه في ذلك الوقت. انا كنت هناك كنت وقتها بغطيها للجزيره نيوز. مظبوط. طب حضرتك اتفضل كمل اتفضل. فعايز اقول لك انه الملعب كويس جدا، الجمهور هناك مش عنيف زي ما بيحاولوا يظهروا لنا، العراقيل يقول لك اصله طياره خاصه مش هينفع عشان خاطر غانا رفضت ان الطياره تنزل في كوماسي، لا هتنزل من اقرى الكوماسي ساعه الا ربع كانك رايح الغردقه، يعني فين الارهاق؟ يعني لو احنا رحنا طيران عادي ونزلنا اكرم، انا سافرت من مصر نزلت اكرم مباشره وخدت طياره من اكرم رحت كوماسي انا عن نفسي لوحدي، فما كانش فيه ارهاق، الدايركت على اكرم ومن اكرم تاخد الطياره توديك كوماسي ساعه الا ربع كانك رايح الغردقه او شرم الشيخ او الاقصر. هو فعلا يا استاذ محمد ما عندناش المسؤولين اللي يقدروا يتعاملوا بالقضايا دي ولا لا بحاول يفهم لك ان الموضوع صعب جدا عشان لا قدر الله حصل حاجه مش عراقيل، لو ما حصلش حاجه يبقى احنا هزمنا العراقيل وقدرنا ان احنا نحقق. الكلام ده قديم قوي، يعني كان بيحصل ايام ما كان ايام ما كانش في قنوات فضائيه، كانت في الثمانينات الكلام ده يقول لك الاهلي والزمالك رايحين يلعبوا كتوكو في كوماسي فهيتذبحوا هناك، ما كناش بنتفرج لكن لما اتفرجنا اكتشفنا ان كان كلام كله اونطه، يعني عارف. لا هو الجمهور الكاميروني بطبيعته رائع جدا، لكن هنتنقل